اولا هاشتاج وضح فعلا قيمه السيسي عند الشعب، دي حاجه وضح فعلا الشعبيه اللي في 3 ايام في مصر حققت رقم خرافي، وحاليا وصلت لعدد كبير جدا. الناس اللي بتتكلم بتقول يعني ان ما ينفعش ان احنا نغلط ومش اخلاقنا ومش اخلاقنا، اولا زي ما بيقولوا هم بلاش تدخل الدين في السياسه، احنا بنقول لهم بلاش تدخلوش الدين في السياسه. كلمه العرس معناها يعني معناها في اللغه العربيه مش متهيألي مش شتيمه يعني. ده بس اللي اقدر اقوله. انا مش مع ان السيسي يمسك الحكم، بس برضو اللي هو ضد الناس اللي بتطلع الفاظ خارجه يعني. طبعا احنا الهاشتاج اللي اتعمل ده بتاع انتخبوا كذا، انا معترض طبعا على الشتيمه، بس هي حد ذاتها طبعا ما فيش مبرر ان هي دي شتيمه، بس دي اقل حاجه بتوضح وبتبين يعني مكانه المشير او سياده المشير عبد الفتاح السيسي عند الشعب هنا جوه مصر وبره مصر. تمام، جوه مصر وبره مصر. فهي طبعا الكلمه ديت اقل كلمه، مش عايز اقول اقل كلمه في حقه، بس هو يستاهل اكتر من كده عشان حق الناس اللي ماتت وحق الناس اللي اتحبست وحق الناس اللي كتير اللي اتظلمت، واحنا مش هنقدر نقول غير ان هو ربنا ينتقم منه وحسبي الله ونعم الوكيل. لا انا معارضه ان السيسي يمسك الحكم، بس انا برضو معارضه ان ما ينفعش الفاظ زي دي تتقال. والله احنا اللي احنا شايفينه الايام ديت اللي المفروض اصلا اي صفحه مسيئه للراجل دوت طبعا لازما، ان هو اصلا سأل الشعب ده ياما، قتل ناس ياما، من حقهم اللي هم يعبروا عن رايهم حتى لو كانت بالراي اللي هم بيعبروا بيه. ايام 25 يناير كان الناس بتعبر عن رايها، كان الجيش موجود، ما عملش زي اللي عمله يعني. ممكن كان طلطاوي طمع فيها وضرب الناس، كانت الناس بتروح تصور جنب الدبابات وكانت بتروح كده، ما ضربش فيهم. دلوقتي انت لو ماشي جنب دبابه ومعاك شنطه ولا بتاع ممكن يفكروك كده يروحوا ضاربينك بالنار. لو معاك ميكروباص مثلا وماشي بيه ممكن يفكروك كده يروحوا ضاربينك بالنار، زي ما حصل في ناس ياما ماتت بسبب الموضوع ده، ما كانش لازم في اي حاجه. وهو موقع عادي يعني، ممكن الشباب طالما بتخش عليه وليه شعبيه، وانا اللي سمعته اللي هو دلوقتي وصل 200 مليون واحد، ويمكن ده اللي غيظهم وده اللي حرق دمهم، اللي هو ناس شعبيتهم ياما. ويمكن المواقع بتاعتهم ممكن تلاقي مثلا اللايكات اللي عليها حوالي 200 لايك 300 لايك بقى. يعني هو المفروض الشباب كلها تشترك فيه، لان الموضوع دوت من حق اي واحد، ومن حقه كمان اللي هو يعمل اي موقع على الفيسبوك. مش معنى ان انا اعمل موقع على الفيس الاقي مره تاني يوم جم خدوني من البيت عشان انا مثلا كتبت كلمه او كتبت عنوان او كتبت كده. انا رايي طبعا ان ما ينفعش اي حد ايا كان مختلف معايا في الراي ان انا اشتمه، ما ينفعش. مبدا الشتيمه ومبدا ان انا اغلط في الناس اللي قدامي ده مبدا مرفوض، حتى لو كنت مختلفه معاه سياسيا. وكمان السيسي انا عن نفسي على رايي الشخصي انا شايفاه رمز لمصر كلها، لانه رئيس قواتنا المسلحه غصب عني وغصب عن اي حد، هو رئيس قواتنا المسلحه، فاي شتيمه عليه تعتبر مسيئه لينا كلنا. طيب بخصوص الهاشتاج اللي اتعمل عليه ضجه واتعمل عليه بروباجندا وان ده ما يصحش او يصح، فاي شخصيه في العالم اذا كنت انت رضيت ان انت تكون موضع راي عام، فانت ما فيش مشكله من دوت. اذا كنت مرسي، اذا كنت سيسي، اذا كنت ابويا، انت رضيت ان انت تكون موضع راي عام ومحل جدل ما بين الشعب، فانت المفروض ترضى في كل الاوضاع اذا كان التأييد او المعارضه بشتى اساليبها في الحيز السلمي. اعتقد ان ده حيز سلمي برضه. والله هو الهاشتاج ده يعني عمل ضجه كبيره جدا على الفيسبوك وعلى تويتر، وانا شايف اللي هو يعني عادي تعبير، مجرد تعبير عن الراي. وبعدين الكلمه دي مش شتيمه يعني، دي عباره عن صفه. تمام، انا عن نفسي كتبتها بالانجليزي، كتبت فوت فور ذا بيمب علشان برضو الناس اللي عندي وكده. تمام، بس انا شايف ان هي كلمه عاديه خالص ومش شتيمه. دي بترجع لو رجعنا شويه كده هتلاقي ان دي كانت صفه يعني بتتقال على فتره من الزمن يعني. اي هتاف تمام، بس خروج عن النص مش مطلوب يعني الهاشتاج ده هو بس المشكله يعني. اعمل اي هاشتاج تاني، عايز تقول ما تنتخبش كذا بس ما تقولش اللفظ. انا شايف انها قله ادب، وكل واحد بيعبر عن اسلوبه والمنطقه اللي متربي منها، ما ينفعش الفاظ زي كده تقال. شكرا. اولا طبعا رايي ان حتى ايا كان اي حد عايز يقول رايه، المفروض ان هو معاه او ضده. هو مش معاه مثلا او هو ضده، خلاص يقول رايه بمنتهى الحياديه، وبلاش اصلا موضوع الشتيمه وحوارات الشتيمه، لان اصلا ده كده معناه انحطاط اصلا في اسلوب.
انا واحده من حمله حمدين صباحي، تمام؟ بس حتى احنا كالسيسي او كالمشير السيسي برايه ودوره احنا ماشي، يعني شلنا له يعتبر ماشي جميله ان هو برده ساعدنا وان هو برده انقذ برده الجو ده كله من حرب اهليه. بس في نفس الوقت انا كنت اصلا ضد ترشحه، تمام؟ لان احنا اصلا كنا بندافع عن مبدا واحد، وهو اصلا ايه؟ ضد حكم عسكر وضد حكم اخوان، تمام؟ من طنطاوي ومن اللي حصل ومن العسكر برده والاخوان ومساعده الاخوان للعسكر، تمام؟ فاحنا اللي احنا بنقولوه كالهاشتاج اللي هو انتخبوا السيسي كذا، ده طبعا اصلا انا رايي ده انحطاط اصلا جامد جدا في رايي، وده المفروض اصلا يعني يعتبر سب وتعتبر اهانه، وده ما ينفعش اصلا يطلع حتى على الاقل من طلبه جامعه او من واحد انسان عاقل ومثقف بيفهم وبيعرف يكون راي. انا من الناس اللي ما اشتغلتش على الهاشتاج ده ولا نزلت بوست بالهاشتاج، بس انا موافق عليه مضمونه، يعني اللي هم الناس اللي بتوقف بتقول اللي السيسي حمى الثوره والكلام ده، كل ده كلام غلط ومش عارف ايه وكده، هو اللي السيسي عمل كده عشان حرب اهليه. الناس دي ينطبق عليها لفظ اللي هو المعرسين زي السيسي بالظبط، اللي هو برضه بيقول اللي هو بيحب مصر واللي هو بيخاف على الدم والكلام ده مش صح.